عسلامة ومرحبا بكم في روسيت جديدة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم مش نحضر مع بعضنا الملسوقة دياري، روسيت نستحقوها كل يوم بالأخص للجماعة اللي تعيش في الغربة اللي ما عندناش ملسوقة. نستحقوا 2 كيسان فرينة ونفس الكيس اللي مش ناخذوا بيه الحكار الكل، ونستحقوا 2 كيسان سميد أرطب، نحطوا شوية ملح و4 مغارف زيت زيتونة كما قاعدين نشوفوا. نستحقوا بالنسبه للميلانج هذا مش نقعدوا نزيدوا في الماء حتى لين نستحقوا نوصلوا للقوام اللي حشنا به. بالنسبه لي استحقيت 5 كيسان. هنا طلعت البول ياسر صغيره، دونك باش راسينا نبدلوا في حدا ما اكبر، باش نرحيوها بالكدا نركضوها باش ما نقعدوش فيها شويه كعابر يقلقونا بعد في المقله، ونبقاو نزيدوا في الماء بشويه بشويه. كل واحد والفرينة متاعو اسكو تشرب ولا. دونك انا بالنسبه لي حطيت 5 كيسان. شوفوا انتم رواحكم، يعني كيكه 3 كيسان وابداو قيسوا حتى لين توصلوا للقوام هذيك اللي تشوفوا فيه. خليوها ترتاح تقريبا ساعه وبعديك نرجع لكم كيفاش نطيبها. شفتوا كيفاش قوامها؟ هذا المطلوب على غاز باهي. بالنسبه للجماعه اللي نجموا يتحكموا في الغاز نتاعهم، انا خليتها اقل درجه. فما ناس ما تنجمش، معناها الغاز جوست يا قويه يا متوسط يا ضعيف. دونك تحط بول بالماء قبل وتحط المقله من فوق باش ما تحرقش، ما يغلبهاش الغاز. بالنسبه لي انا نجمت نتحكم في السخانه نتاعو، دونك حطيته في اقل درجه. باش ناخذوا بانسو باش نقعدوا نعملوا في الملسوقه هكاكا كاينه نرسموا نملاو المقله بالكدا. نختاروا مقله ما تشدناش، تكون يا ريت تكون جديده وما فيهاش لا مجروحه لحد شيء، باش ما تلصقش فيها العجينه. كهو هكاكا تسمى طابت. بالنسبه للملسوقه بين الورقه والورقه حطيت سميد باش ما يلصقش. كما قاعدين تشوفوا الكونتيتي هذيك حضرت لنا ما شاء الله ياسر بنينه. نودكم ولا نشهيكم، نستنى كومنتاريتكم، ان شاء الله تعجبكم الريسيت وتعطيوني الفيدباك نتاعكم. ان شاء الله رمضانكم مبروك، واستنونا كل ليله باش تلقاو عنا ريسيت جديده تصنيفنا في شهر رمضان.